أهلا بيكم، معكم رانيا دهب، والنهاردة هنحضر مع بعض الفراخ المشوية مع البطاطس بطريقة بسيطة ومميزة. تقدروا تقولوا كده إنها فراخ مشوية مدخنة، والبطاطس مطعمة بصوص الفراخ المدخن، يعني الطعم لذيذ فوق ما تتخيلوا. صينية بطاطس بالفراخ غير أي صينية بطاطس بالفراخ دقتوها أو جربتوها قبل كده. الفراخ كريسبي ولونها ذهبي من بره، وطرية ومتبلة وجوسي جدا من جوه. وصفة سهلة للمستعجلين أو للمغتربين أو للناس الأكيلة اللي عايزين ياكلوا حاجة بمذاق خاص بطعم ما يتنسيش من جماله. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو اعملوا لي لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بالوصفات الجديدة. في البداية هنحتاج فرخة ما تكونش كبيرة، وزنها ما بين الكيلو 300 جرام أو كيلو 600 جرام. هنبتدي دلوقتي نقطعها بالشكل اللي شفتوه في أول الفيديو على شكل الفراشة بطريقة بسيطة جدا. هنشيل سلسلة الظهر من المكان ده بالمقص أو بالسكينة، بس نخلي بالنا طبعا على ايدينا. هنقصها كده أو نقطعها بالشكل الموضح في الفيديو من الجنب ده والجنب ده، بحيث ان سلسلة الظهر بس هي اللي تطلع، وما ناخدش يعني جزء كبير من الفرخة. بالشكل اللي قدام حضراتكم ده الجزء ده احنا مش عايزينه. وهبتدي اكسرها بالشكل ده من ناحية الصدر علشان تتفتح وتديني شكل الفراشة اللي شفتوه في اول الفيديو. وبس كده. هنبتدي كمان نتخلص من اي تجلطات كده بالشكل اللي انتوا شايفينه بالمنديل، لان الفرخة بتاعتنا النهاردة تتبيلتها بسيطة خالص، فلازم تكون نضيفة كويس قوي علشان يعني ما يبانش فيها اي روايح غير مرغوب فيها. وهبتدي كمان بالسكينة أشيل الجزء الخارجي كده من الجناح. الجزء ده ما بيبقاش طعمه حلو، وفي نفس الوقت برضو ممكن يكون سبب في ان يبقى فيه طعم غير مرغوب فيه. فهنتخلص منه لان احنا مش محتاجينه خالص. وبكده تبقى الفراخ بتاعتنا جاهزة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. شكلها جميل جدا ومميز، يعني لما تحطيها كده على السفرة بيبقى شكلها تحفة. وهنبتدي دلوقتي نحضر للفرخة بتاعتنا محلول نقع ينفع لجميع أنواع الطيور. عندنا هنا مية باردة عادية جدا من الحنفية، هنحطها في بولة تستوعب حجم الفرخة اللي عندنا. وهنضيف عليها ربع كوباية من الخل الأبيض أو خل التفاح، وده بيساعد على إن ما يكونش فيه أي روايح غير مرغوب فيها في الفرخة. وهنحتاج ربع كوباية من الملح، ربع كوباية من السكر، وليمونة تكون كبيرة أو يعني إيه متوسطة، ما تكونش صغيرة. لو صغيرة يبقى هنعصر ليمونتين. وهنحطها بالقشر بتاعها، مش هنرمي القشر بتاعها خالص. ودي بقى المطيبات اللي بتخلي ريحة الفرخة وطعمها في منتهى الجمال. عود من القرفة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود الحب، وكام واحدة كده من القرنفل، 3-4 لوري اللي هو ورق الغار، حبهان لو متوفر، زعتر وروزماري فريش. أي حاجة من الحاجات دي لو متوفرة عندك حطيها، اللي مش متوفر مفيش أي مشكلة. هنقلب بقى كل الميكس الحلو ده مع بعضه كويس قوي، وبعدين هنحط الفرخة تعوم كده على طول، وهنسيبها في محلول النقع ده حوالي نص ساعة. بجد يا جماعة هتطلع ريحتها تجنن، وما فيهاش اي روايح ولا اي حاجة غير مرغوب فيها. ومحلول النقع ده انا معتمداه لجميع انواع الطيور. هنسيبها بقى حوالي نص ساعة ونحضر بقية المكونات بتاعتنا. عندي هنا حوالي كيلو من البطاطس الصغيرة اللي هي بتاعت السليق. قطعتها كده نصين علشان هي حجمها صغير زي اللي قدام حضراتكم ده. انما لو عندكم البطاطس الكبيرة ممكن نقطعها شرايح عادي، بس بسمك تخين شوية، حوالي سنتي ولا سنتي ونص، علشان ما تتهريش قبل ما الفرخة تستوي. وممكن كمان نحط جزر، نحط اي خضار عندك، بس انا حبيت ان الموضوع يبقى سهل شوية، فحطيت بطاطس وجزر وبصل بس. فممكن نضيف حوالي 3-4 من الجزر الرفيع ده، بيبقى طعمه مسكر وفي منتهى الجمال. وعندي هنا بصلاية كبيرة انا مقطعاها شرايح بالسمك اللي قدام حضراتكم ده، بيبقى مناسب جدا ما بيتحرقش بسهولة، اللي هو البصل اللي قشرته ذهبي بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبس كده، ده الخضار اللي هنحتاجه. هنبتدي دلوقتي نعمل التتبيلة اللي هنحطها على الفراخ وعلى الخضار. في الطبق ده فيه معلقتين صغيرين من الملح مش مليانين، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من الشطة لو حابين، نص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، ونص معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، ودي اللي بتعمل طعم التدخينة في الفراخ والبطاطس، عشان كده ياريت تكون من مكان مضمون علشان تدينا الطعم الحلو. وربع معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، وربع معلقة صغيرة من القرفة، واللي حابب يحط نص معلقة صغيرة من بهارات المشاوي. وهنحتاج علبة زبادي
بجد يا جماعة بتفرق جدا في التتبيلة، بتخلي الأنسجة بتاعة الفراخ طرية جدا وفي منتهى الجمال. واخر حاجة هنحتاج حوالي نص كوباية من الزيت اللي بتفضليه زيت زيتون او زيت ذرة عادي جدا. هنبتدي نضيف الزيت، والزيت هنا يا جماعة بيدي لمعة جميلة جدا للفراخ، وبيخليها كده مقرمشة وكريسبي من بره ولونها في منتهى الجمال. وهنضيف الزبادي والتوابل اللي عندنا، ونقلب بقى كل المكونات بتاعتنا دي كويس قوي علشان يندمجوا مع بعض، وكده تبقى التتبيلة الخطيرة بتاعتنا جاهزة ان احنا نتبل بيها الفراخ ونتبل بيها البطاطس والخضار. التتبيلة دي بسيطة جدا بس مركزة، بتخلي طعم الفراخ مميز جدا بجد يا جماعة. خلصنا التتبيلة، هنبتدي دلوقتي نجهز صينية الفرن بتاعتنا. الصينية دي سورها واطي علشان تبقى الفراخ كلها بره الصينية، فتاخد لون موحد جوه الفرن. يعني يا ريت تكون الصينية بتاعتنا مش غويطة علشان الفرخة ما تبقاش جوه الصينية، تبقى لبره او لفوق شوية علشان يطولها الحرارة من كل اتجاه. هنمسح بقى الصينية بتاعتنا مسحة زيت بسيطة كده، ونبتدي نرتبها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. هنرص الاول البصل، وبعدين لو هنحط جزر يبقى هنحطه كده في الجوانب بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، وبعدين نبتدي نرص البطاطس بتاعتنا، وبعدين هناخد شوية من التتبيلة اللي عملناها ونبتدي نضيفها على الخضار بتاعنا، بحيث ان الخضار كله يبقى طايله من التتبيلة اللي عملناها. كده احنا جهزنا الصينية. نبتدي بقى ناخد الفرخة بتاعتنا نشيلها من محلول النقع ونجففها تماما، ودي خطوة أساسية علشان الفرخة بتاعتنا تتشرب التتبيلة بسرعة، وفي نفس الوقت ما يكونش فيها أي مية احنا مش عايزينها. وبعدين هنبتدي بالسكينة نعمل فيها فتحات بسيطة كده تسمح بمرور التتبيلة بس جوه الفرخة. يعني هنعمل فتحتين كده في الأوراق وفتحتين في الصدر، علشان يعني يبقى كل مكان في الفرخة شارب من التتبيلة، وتلاقوا لحم الفرخة كده متبل وطعمه في منتهى الجمال. كده الفرخة بتاعتنا بقت جاهزة، نبتدي بقى نتبلها. هناخد من التتبيلة ونبتدي نفردها كويس قوي 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 يا جماعة، علشان ما يبقاش فيه جزء من الفرخة متبل وجزء تاني ما يبقاش له طعم. فاحنا لازم ناخد بالنا ان احنا واحنا بنحط التتبيلة نحطها في جميع اجزاء الفرخة، ونبتدي نعمل لها كده تدليك بسيط، نشرب التتبيلة للأنسجة بتاعة الفرخة. وبكده بقت الفرخة بتاعتنا جاهزة. هنجيب بقى الصينية اللي حطينا فيها الخضار، ونحط في النص باقي البصل اللي احنا قطعناه، علشان البصل تبقى نكهته قوية في الفرخة، ويدينا الطعم الحلو اللي هو بتاع المشاوي. وناخد باقي كمية التتبيلة اللي فضلت عندنا ونضيفها على الفراخ والبطاطس برضو، علشان احنا الفرخة دي مقعدناهاش في التتبيلة فترة، فعلشان كده لازم نمشي بالتكنيك ده او بالطريقة دي في التحضير، علشان الفرخة تتشرب كويس هي والخضار، وتبقى متطعمة من طعم التتبيلة اللي احنا حضرناها. ولو عندنا شوية بقى زعتر فريش وروزماري فريش ممكن نضيفهم في جوانب الصينية كده عشان نعلي التيست ونخلي الروايح في الفرن حاجة تانية خالص. وممكن عود قرفة ولوري، يعني على حسب المتوفر عندكم في أجناب الصينية كده. دي مطيبات بتخلي الريحة حلوة والطعم حلو. وبعدين هنرش رشة بسيطة كده من الزيت علشان يخلي الفرخة بتاعتنا كريسبي كده ولونها حلو وبتلمع. طريقة التسوية ازاي بقى؟ لو احنا الفرخة بتاعتنا من كيلو 300 جرام لكيلو 600 جرام، يبقى هندخلها الفرن من غير ما نغطيها بورق فويل. هندخلها على اعلى درجة حرارة عندك في الفرن، في الرف اللي تحت، لمدة نص ساعة على اعلى درجة، وبعد كده نص ساعة كمان او ساعة الا ربع على درجة حرارة 180. طب لو الفرخة بتاعتنا اكتر من كده او اكبر من كده، يبقى بعد ما هنخلصها كده بالشكل اللي احنا شايفينه، هنغطيها بورق زبدة وبعدين ورقة فويل، وهندخلها اول نص ساعة برضو على درجة حرارة 200، وبعد كده تاني نص ساعة هندخلها على درجة حرارة 180. وهي في الفرن هنبتدي بقى كل شوية كده نطلعها، ناخد من الصوص اللي نزل من الفراخ والخضار، ونبتدي نسقسق بيه كده على الفراخ من فوق علشان تبقى كريسبي اكتر ولونها احمر كده ومقرمشة. على فكرة الصوص اللي نزل ده بيبقى طعمه في منتهى الجمال. يعني انتوا ممكن تاخدوه كده بعد ما تستوي خالص وتحطوا منه على الفراخ والخضار وتاكلوا، بيبقى طعمه تحفة بجد. وفي الوقت ده هتكون استوت بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، وتطلع معاكم بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بجد يا جماعة وصفة في منتهى الجمال. ولو حابين تعلوا تست الشوية اكتر، ممكن نجيب فحمة مشتعلة ونحط عليها شوية من الزيت ونغطيها كده لحد ما الدخنة بتاعتها تتشرب الفراخ منها والخضار، بيبقى طعمها في منتهى الجمال.
بجد يا جماعة الفراخ مستوية تسوية مظبوطة، ومديانة طبقة مقرمشة كده من بره، ولونها محمر كده على ذهبي، والخضار نفسه طعمه في منتهى الجمال. البطاطس متطعمة بتطعيمة الشوي والتدخينة بتاعة الفراخ، طعمها في حتة تانية خالص. ممكن تاكلوها بالعيش كده وتعملوها سندوتش زي ما انا بعمل، او ممكن تاكلوها برز ابيض، رز بشعرية، رز بسمتي. في كل الاحوال هتدوقوا صينية بطاطس مشوية مع فراخ مشوية مدخنة بطعم لأول مرة تدوقوه بجد. ان شاء الله لما تجربوا الوصفة دي تنال اعجابكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ومن فضلكم لو عجبكم الفيديو شيروه لقرايبكم وحبايبكم على قد ما تقدروا، ومع ألف سلامة.